كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكونوا دايما بخير وسلام. في أيام زي دي مش بس بنفتكر طقوس الحج والذبح، لكن بنفتكر المعاني اللي وراها. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما طلب منه يذبح ابنه ما كانش فاهم الحكمة اللي وراها، لكن كان واثق في ربنا. وفي اللحظة اللي كل حاجة كانت بتقول له اذبح، جت الرحمة، جت النتيجة، وجت المكافأة. عيد الأضحى بيفكرني بحاجة مهمة اتعلمتها from my mentor Peter Sage. كان دايما في التريننج بيقول لنا trust the process and do the work. هتسألني ايه العلاقة ما بين trust the process and do the work مع عيد الأضحى؟ خليني أقول لك، من مفهوم trust the process مفيش حاجة بتتغير بين يوم وليلة، ولكن كل حاجة بتتغير خطوة بخطوة. زي الحج بالظبط، احنا بناخد خطوات كل يوم في أيام الحج لغاية لما بنوصل للهدف بتاع الحج والمراد بتاع الحج. منها ان احنا نوصل لوقفة عرفات، منها ان احنا نرمي الجمرات وخلافه، لغاية لما بنخلص الحج. وزي اللي بيبني مشروع او بيغير من نفسه، في تعب، في صبر، بس في نتيجة تتولد بعد الاستمرارية. طيب النقطة الثانية do the work. ايه برضو ريليشن مع عيد الأضحى؟ النية لوحدها مش كفاية، لازم يكون في عمل. السكينة لو ما كانتش اتحركت، لو كان سيدنا إبراهيم ما كانش حرك السكينة، ما كانش هيبقى فيه أضحية النهاردة. الدعاء لوحده مش كفاية، لازم نتبعه بخطوات عملية علشان ما يفضلش مجرد حلم. يعني باختصار، زي ما بنضحي في العيد، في حاجات جوانا محتاجين ان احنا نضحي بيها علشان نتقدم وعلشان نتحسن. ممكن نضحي بالكبرياء، ممكن نضحي بالخوف، ممكن نضحي بالتسويف. وكل ما نشتغل على نفسنا ونثق في اللي جاي، بنقرب من اللي ربنا كاتبه لنا. عيدكم سعيد، ويا رب يكون بداية مرحلة جديدة فيها يقين وفيها سعي وفيها راحة بال. كل سنة وانتم طيبين.